ومشي، بس هما ما استسلموش ومشوا وراه، وجرو وصل المقر اللي كان اسمه جريمة فول. ولما دخل قابل اللي شغال في المحل، وجرو قال له كلمة السر انت مش تمام، فهو فهم على طول وقال له خش اوضه رقم 3. وطبعا المونوس كانوا وصلوا مقر الستة الاشرار. جرو لما دخل الاوضه طلعت اسانسير ونزلت بيه لحد الدور الاول، ولما وصل لقى اشرار كتير تانيين مستنيين يعملوا مقابله، ودخل جرو يعمل مقابله مع الستة الاشرار، وقال لهم ان هو ما كانش متخيل ان هو يقف قدامهم. بس داليا ديسكو قالت لاستاكوزا هو مين اللي جاب العيل الصغير ده هنا؟ استاكوزا قال لها انا كنت فاكره راجل بس قصير. وسالت جرو هو الشر ينفع للعيال الصغيرين؟ قال لها ايوه انا شرير. قالت له الشر للكبار بس اللي يعرفوا يسرقوا سلسله حجر الوحوش الصينيه. وقعدوا يتريقوا عليه عشان هو عيل صغير لسه. ولما جم يطردوه دخل واحد تاني عشان يوريهم مهاراته، وهم انشغلوا معاه. فكر جرو يسرق سلسله حجر الوحوش عشان يثبت لهم ان هو شرير. وداليا اكتشفت ان هو سرق الحجر، وجري وراه سيد مرزبك وضرب الممر الازاز اللي جرو ماشي عليه، والممر ده اتكسر. بس جرو لحق يهرب وخرج من المبنى، وابو كف